السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل طريقة عمل الجلاش والكنافة بالقشطة بطريقة حلوة قوي وبطريقة جميلة جدا. عايزة تشوفي الطريقة دي اتعملت ازاي؟ تابعيني لاخر الفيديو عشان تشوفي الوصفة اتعملت ازاي. هنبدأ بمكونات السيرب بتاعي او الشربات بتاعي اللي هسقي بيه الكنافة والجلاش. عبارة عن كوبايتين سكر، كوباية ونص مية، نص ليمونة، وهاخد معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. هنبدأ بسم الله. حط كوبايتين السكر، حط كوبايه ونص ميه، حط معلقتين عسل جلوكوز كبار. عسل الجلوكوز هيديني قوام حلو للعسل، وفي نفس الوقت هيديني ان هو ما يسكرش مني اثناء ما هو بتستخدمي الحاجه ديت الشربات دوت. حتى لو قعد فتره طويله هحط عصره الليمونه، واللي حابب يحط فانيليا يحط فانيليا. انا مش هحط فانيليا لان هعمل الحاجه دي فيها سمنه بلدي فهتديني طعم حلو احلى من الفانيليا كمان. وهحطها على النار تغلي وهنيجي نشوف هنعمل ايه. معايا نص كيلو كنافه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا حاطاه في الفريزر مفرزاه. هبدا ان انا اكسره عشان يبقى سهل في التكسير بالشكل ده كده. معايا كمان لفه جلاش، ومعايا كوبايه كبيره سمنه. هنبدا ان احنا نفك كل الكنافه بالشكل ده كده. بعد ما نخلص هنيجي نقول هنعمل ايه. بعد ما فكينا الكنافه بالشكل ده كده هنبدا ان احنا ننزل بالسمنه. هننزل بنص كوبايه سمنه سايحه بالشكل ده كده. انا عامله خليط ما بين السمنه البلدي والسمنه اللي هي العاديه بالشكل ده كده. لو حابه تعمليها وتحسي ان كل الحلو عندك طعمه بلدي، لو عندك زبده حط قطعتين زبده على كوبايه السمنه، وحطي معاهم رشه ملح وسيبيهم يقدحوا على النار. هتديك الطعم الحلو وفي نفس الوقت هتحسي ان هي كلها بلدي. هشرب الكنافه السمنه كلها بالشكل ده كده. عندي الصينيه اللي هشتغل فيها بالشكل ده. هبدأ احط فيها معلقتين سمنة كده حلوين. بعدين السمنة دي كلها كده في الصينية. هبدأ انزل بالكنافة في الصينية لانها سمنة بالشكل ده كده. بالشكل ده مقاس 60 في 40. مقاس الصاج ده 60 في 40. طبعا احنا بنعمل كمية علشان خاطر العزومات طبعا، لو هندي طبعا جيراننا في رمضان او هندي لقرايبنا منها هنعمل كميات. نعمل كمية كبيرة بالشكل ده كده. عايزة تقللي الكمية طبعا على حسب امكانياتك وعلى حسب انت عايزة ايه. هنبدأ ان احنا نبطط الكنافة بالشكل ده كده. بعمل لها حرف كده عشان خاطر لما اجي احط الحشو ما يتحرقش وفي نفس الوقت ما يطلعش من قلب الكنافة والجلاش بالشكل ده كده. عندي الحشو بتاعي كوبايتين لبن حليب، هضيف عليهم معلقتين نشا كبار بالشكل ده كده من غير سكر طبعا. هبدأ اقلبهم على البارد وهنزلهم على النار بالشكل ده كده. احطهم على النار لحد ما يستووا مع بعض. بعد ما الكريمة عندي بقت بالشكل ده، النشا واللبن عندي بقوا بالشكل ده كده، هنبدأ ننزل بيهم على طبقة الكنافة اللي عملناها مع بعض. بعد ما نزلنا بالكريمة بالشكل ده كده ووزناها على كل طبقة الكنافة، هنبدأ ان احنا نحط طبقة الجلاش. ننزل بطبقة الجلاش بالشكل ده كده. هنديها دهنة سمنة. هندي الورقة التانية. ما بين كل ورقة ورقة هدهن دهنة سمنة بالشكل ده.
عشان خاطر تورق معايا، وفي نفس الوقت ما تعملش فاصل ما بينها وما بين طبقة اي ورقة الجلاش، ما تعملش بيها فاصل. هنكمل بقية الجلاش بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده لحد ما تاخد معايا الكمية اللي انا عايزاها، وبعد كده هنبدأ نشوف هنعمل ايه. بعد ما خلصنا عندنا بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، اخر طبقة انا ما بدهنهاش، بخليها بعد ما بقطع وبعد كده ادهن. هبدأ اجيب بسم الله الرحمن الرحيم من النص كده، وابدأ اقطعها نص كده. بعد ما نقطعها بالشكل ده كده هندهن الوش بتاعها سمنة، وهندخلها على درجة حرارة 180 درجة لحد ما تاخد اللون الذهبي، ونطلعها ونسقيها الشربات بتاعها. بعد ما طلعت عندي صينية الجلاش بالقشطة والكنافة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هنزل ان شاء الله كده العسل بتاعي عليها، ويكون طبعا برد بالشكل ده كده. وهسيبها لحد ما تبرد، وبعد كده هنيجي نقدمها. بعد ما هديت عندي بالشكل ده كده هنبدأ نقطعها ونقدمها. شكلها بالشكل ده كده. طبقة الكريمة وطبقة الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وطبقة الكنافة من تحت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. حاجة جميلة جدا، وسر اللمعة اللي موجود في الجلاش من فوق ده كده، ده بسبب عسل الجلوكوز اللي انا حطيته في الشربات بتاع الكنافة. زي ما احنا شايفين كده. يا رب تكون الوصفة النهاردة تكون نالت اعجابكم، ولو عجبكم النهاردة الفيديو تعملوا اشتراك للقناة، تفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك عشان يوصلك كل ما هو جديد، وبالهنا والشفا.